ايه رأيكم بقى يا بنات في الجمال ده؟ ما شاء الله عليها، طالعة جميلة جدا، احلى واجمل قطايف اقتصادية ومش مكلفة واحسن من بره الف مرة. عملناها بطريقة سهلة خالص وطريقة بسيطة جدا، وما اخدتش معانا اي وقت خالص. لو حابين تعرفوا الطريقة وتشوفوا المقادير بتاعتنا بإذن الله وتعرفوا طريقة القطايف الجميلة دي اتعملت ازاي، ادخلوا شوفوا الفيديو وما تنسوش تعملوا له لايك واشتراك بإذن الله علشان القناة تكبر بيكم. ويوصل لكم مني كل جديد ان شاء رب العالمين. يلا بينا ندخل نشوف الفيديو الجميل ده. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة 3 يوم رمضان. حبيت النهاردة اعمل معاكم عجينة القطايف بطريقة سهلة خالص وطريقة بسيطة جدا بإذن الله. ورمضان يعني قطايف وكنافة. فان شاء رب العالمين هنعملها معاكم النهارده بطريقه سهله خالص وطريقه اقتصاديه كده ومش مكلفه ان شاء رب العالمين. بس قبل ما نبدا الفيديو، قبل ما نتكلم في اي حاجه، بتمنى منكم كلكم تدعوا لهم وابويا دعوه حلوه كده، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجعل قبرهم روضه من رياض الجنه، ام وابويا وجماعه امواتنا ان شاء رب العالمين. يلا بينا على طول نشوف المكونات بتاعتنا ونشوف طريقه القطايف بتاعتنا ان شاء الله. يلا بينا. المكونات بتاعتنا يا بنات هي مكوناتها سهله جدا وبسيطه خالص. بص، انا معايا هنا كوبايتين ونص دقيق، اي نوع دقيق. انا نخلاه الاول، معايا كوبايتين ونص اهو. ماشي. ومعايا هنا معلقه نشا. النشا بتدي لها قرمشه حلوه جدا وبتبقى حلوه قوي معاكم وناعمه كده ان شاء الله. آه، معلقه نشا. وهاخد من الخميره دي معلقه صغيره، معلقه خميره صغيره اهي. اها، معلقه بس صغيره، ما تكتريش اكتر من كده. ومعلقه بيكنج باودر، معلقه صغيره، كله معلقه صغيره. وهنحط اللي هو ظرف الخميره ده، الفانيليا ده بتديلها ريحه حلوه جدا وبتبقى طعمها كمان احلى واحلى. اهو احط ظرف الفانيليا كله، هو ما فيهوش اصلا. وحاجات بسيطه جدا من الملح، يعني حاجات بين صوابعك كده، قليله جدا من الملح اهي. ومعلقة سكر كبيرة اهي، معلقة سكر كبيرة، معلقة واحدة. كل الخليط ده هنقلبه كده مع بعضه اهو. وهنعجنها بمية فترة يكون زي دمع العين كده، علشان الجو لسه يعني شوية، ما بتاخدش منك اي مجهود ولا. واحسن واوفر من بره الف مرة بجد والله، بتبقى احسن. انا لما بدأت اعملها في البيت حبيتها اكتر من اللي انا كنت بشتريها. انا هحط الميه يا بنات وهقول لكم الكوبايتين ونص دقيق اخدوا مني ميه قد ايه. انا حطيت اول كوبايه اهو. هبدا اقلب كده الخليط معايا، ما تنزليش بالميه مره واحده علشان ما تحتاجيش دقيق، يعني واحده واحده كده وعشان تطلع معاكي كمان مظبوطه. انا هحط الكوبايه التانية، مش هنزل بها مره واحده، هنزل بها شويه بشويه كده علشان الدنيا ما تتظبط معايا كده وتبقى حلوه. انا هقلبها شويه بالمعلقه، وهجيب المضرب اليدوي اعملها بيها. لو عايزه تعمليها في الخلاط اعمليها عادي، مش بتبقى وحشه ولا حاجه، بتبقى جميله جدا لو عملتها في الخلاط، لو انت خايفه ان هي تكلكع منك او كده. اهو يا بنات، انا لسه معايا بصوا الكوبايه التانية بنزل منها شويه بشويه كده. انا جبت المضرب اليدوي اهو، وهبدا اقلبها كويس جدا. اهم حاجه التقليب الكويس علشان تفضل معاك، تطلع معاكي ناعمه وحلوه كده. واذا خايفه زي ما انا قلت ان هي تكلكع معاكي، اعملها في الخلاط، اضربها، حط المكونات دي، بس حط الميه الاول عشان الخلاط يضرب معاكي، واعمليها بقى في الخلاط هتطلع معاكي حلوه وزي الفل. انا هحط حاجات قليله جدا من الميه. شوفي يعني هما شويه ميه قد ايه، مش هنزل بهم كلهم مره واحده، حاجات بسيطه جدا كده. ازاي بقى عايزه تعرفي ان قوام العجينه بتاعك مظبوط؟ بصوا، تجيبي معلقه كده او كبشه عندك، اي حاجه ما تعمليها في الخليط كده، وتنزليها في الخليط وتعملي لها، بصوا، خط كده بصباعك. لو الخطين جم على بعض يبقى العجينه لسه محتاجه ان هي تتضرب شويه. لو ما جوش شوفهم زي ده كده، يبقى العجينه معاكي مظبوطه.
ماشي. هي ده علشان تعرفي منها ايه العجينه، إيه تعرفي قوام العجين مظبوط ولا لا. هي سهله خالص وما فيهاش اي مكونات. وعلى فكره ممكن لو ما انتش حابه طعم ريحه الخميره ممكن تستغنى عن الخميره وتزودي بس المعلقه شويه بالبيكنج باودر. هي اخدت منا بالظبط كوبايتين الا معلقه، يعني اللي لسه في الكوبايه ده حوالي معلقه. تنزلي بالميه واحده واحده كده وقوامها يبقى ناعم وجميل معاكي زي ما انتوا شايفين كده. هي بتبقى قريبه عجينتها من عجينه الكريم. دلوقتي انا هصفها بقى علشان لو فيها اي كلاكيع او اي حاجه نكون احنا نتفادى الحاجه اللي زي دي. العجينه هي بنات بعد ما انا سبتها نص ساعه بالظبط ترتاح معايا بالشكل ده كده. هنبدأ بقى ايه نشكلها ان شاء الله. هقلبها بس تقلبتين كده. ما شاء الله عليها قوامها جميل جدا وناعمة معايا خالص ازاي. شوفوا يا بنات ما شاء الله عليها. عشان بقى لما اجي اشكلها تطلع معايا مظبوطه وتبقى سهله معايا، انا هحطها معايا في شفشق زي ده اللي هو يبقى له بوز زي ده كده. هصب الخليط معايا بالشكل ده كده اهو. ده بيسهل عليا ان انا اشكلها بسرعه. اي حاجه عندك لها بوز زي ده اعملها فيها. قبل ما نبدا نسويها انا معايا صينيه بالشكل ده كده، حاطه عليها فوطه، يعني احط فوطه بس الفوطه عشان صغيره، حاطه عليها فوطه بالشكل ده كده علشان اللي اطلعها احطها على على الصينيه وغطاها بالفوطه التانية. يعني في فوطه تانية تغطيها بيها علشان ما تنشفش معاكي وتطلع معاكي طريه وحلوه كده وتيجي تقفليها تتقفل معاكي. هنروح على البوتاجاز دلوقتي نشوف طريقه التسويه. انا معايا الطاسه على البوتاجاز اهي بسخنها الاول. انا معليه النار، لكن بعد كده لما اجي اسوي القطايف النار هتبقى زي الشمعه بالظبط، تبقى نار ضعيفه جدا علشان ما تتحرقش مننا. وهنا عملت الشربات، معلش ان انا ما صورتوش معاكم. انا حطيت كوبايتين سكر على كوبايه ونص ميه، لان السيرب بتاع القطايف بيكون تقيل. وحطيت له حاجات بسيطة كده، نص معلقة من اللي هو ملح الليمون وباكت فانيليا عشان تبقى ريحتها حلوة كده. تسخن واقوم صبة القطايف فيها. خلاص الطاسة تبقى سخنت معايا. انا هديت النار خالص اهي. بص انا علشان التصوير حاطة هنا على العين الكبيرة، انما لو انا في غير التصوير هحط على العين الصغيرة دي علشان ما تتلسعش منه ولا حاجة. هنعمل اول واحدة. تمسحي الطاسه بتاعتك كويس جدا. بسم الله. انت بقى الحجم اللي انت عايزاه اعمليه. القطايف ما بتتقلبش، احنا ما بنقلبش القطايف. هي اول ما تتلاقي بقى عملت فقاقيع فيها من جوه كده، تعرفي ان العجينه بتاعتك ناجحه. ولا بتقلبها ولا اي حاجه، هي بتستوي من فوق واحده واحده كده. هتبدا معايا اهي، شوفوا يا رب تكون الكاميرا جايباها اهي يا بنات. نشفت معايا بالشكل ده كده اهي. انا زي ما انا قلت احنا ما بنقلبهاش ولا اي حاجه، واخدت لون معايا جميل جدا اهي. ايه رايكم؟ ما شاء الله عليها جميله جدا. اول ما تطلعيها تحطها على الصينيه وتغطي عليها ونعمل غيرها باذن الله. عايزه تعملي حجم كبير حجم صغير، بصي دي بترجع لك انت، المقاس ده بيرجع لك انت. انا هعمل منها كبير وهعمل منها صغير. شايفين يا بنات اهي؟ بصوا شايفين الابيض اللي في النص ده بتبدا تستوي معاكي ولا بتتقلب ولا اي حاجه. استنى ما هو يخلص خالص وكلها تبقى واخده اللون ده وتقوم محركاها بقى. هي خلاص بدات تستوي معايا اهي. اهي دي تاني واحده اهي. ما بتقلبهاش ولا بتيجي جنبها خالص غير لما تحس ان هي استوت معاكي اهي. ما شاء الله عليها واخده لون جميل جدا اهي زي الفل ما شاء الله عليها. هخلصهم كلهم بالطريقه دي وارجع لكم ان شاء رب العالمين ونحشيها مع بعض.
القطايف يا بنات بعد ما انا خلصتها ما شاء الله عليها جميله جدا. انا ما كنتش حطاها من الاول على الطبق كده، انا كنت فردها على الصينيه وفرشه فرشه على الصينيه فوطه وفوقها فوطه. اهم حاجه تغطيها علشان الوش بتاعها ما ينشفش معاكي وما تعرفيش تقفليه. ما شاء الله عليها، شوفوا طريه جدا اهي، ما بتتكسرش ولا اي حاجه. شوفوا بقى اللي انت بتجيبيها من بره ساعه ما بتيجي تمسكيها كده شوفوا بتلاقيها اتكسرت معاك، انما دي شوفوا بترجع تاني زي ما هي. ما شاء الله عليها، مش متكسره ولا اي حاجه ولا فيه واحده معايا. شوفوا اللون بتاعها. هنبدأ دلوقتي نحمرها نحشيها. انا معايا هنا الحشوه بتاعتي، معايا الزاني ومعايا جوزة الهند وحط عليها سكر وزبيب. هبدأ دلوقتي احشيها. والسيرب اهو يا بنات ما شاء الله عليه طالع معايا جميل جدا ازاي وتقيل. عملته زي ما انا قلت لكم، حطيت عليه كوبايتين سكر وكوبايه ونص ميه. لو عندك القطاعات اللي زي دي هتعملي فيها، ما فيش عندك اعمليها بايدك. انا دولت كان عندي من السنه اللي فاتت اهو، بس لسه ناقص واحده، هم 4. هبدأ دلوقتي بس اغطيها برضه علشان ما تنشفش معاكي اهو. اهي بتبدأي تعمليها كده وتحطي الحشوه فيها كده اهو اهي، وتقفلي عليها بقى، بتقفل عليها كويس جدا اهو. ولو في زوايد بتطلع منها اهي يا بنات، شوفوا الزوايد كلها بتطلع ازاي اهي، وهي بتطلع معاكي بقى بالشكل ده كده. ما شاء الله عليها جميله جدا ومقفوله خالص اهي. ايه رايكم؟ عارفين بقى اللي بنجيبها من بره والله اكتر الحبات اللي فيها ما بتتقفلش اهي. ما شاء الله عليها طالعه معايا جميله جدا واخده الرسمه شكلها حلو قوي قوي. هعمل معاكم كمان واحده. انا بدور على المقاس اللي هو قد دي، لان فيها انا عامله الصغير دي اللي هي العصافيري، وعامله الكبير اللي زي ده كده اهي. الصغيره معايا اهي ما شاء الله عليها جميله جدا. هخلصهم كلهم بالشكل ده كده وارجع لكم باذن الله واحنا بنحمرها اهي يا بنات. قفلتها كلها بالشكل ده كده. شوفوا الكميه، عمل الكوبايتين ونص عملوا معايا كميه قد ايه. اللهم صل عليك يا نبي. والله ولا واحده فتحت معايا اهي زي ما انتم شايفين. في قفلتها بتاع القطاعه اللي معايا، وفي عملتها على ايدي زي دي مثلا، يعني عاملاها على ايدي اهو. هبدا دلوقتي احمرها اهي يا بنات. انا خلصتها كلها، قفلتها بالشكل ده كده. شوفوا ما شاء الله عليها جميله جدا وشكلها حلو خالص، ولا واحده فتحت معايا اهي. هبدأ دلوقتي احمرها. انا معايا زيت على البوتاجاز اهو، انا عملت في الحله علشان ايه كميه الزيت تظهر وكده اهي يا بنات. انا بدأت احمرها اهي زي ما انتم شايفينها كده. اللي اطلعها من الزيت احطها على طول في السيرب بتاعها علشان تشرب العسل وكده، ويبقى شكلها حلو وطعمها كمان احلى واحلى اهي. رأيكم؟ انا هخلص كل الكميه واحمرها وارجع لكم باذن الله في الشكل النهائي. القطايف اهي يا بنات بعد ما انا حمرتها طلع معايا بالشكل ده كده. ما شاء الله عليها اخده لون جميل جدا، وريحتها ما اقولكوش والله ريحتها حلوه خالص، والطعم بتاعها بيبقى احلى واحلى من بره 1000 مره. انتوا برضو قولوا لي رايكم ايه. ما شاء الله عليها طالعه معايا جميله جدا، ولا واحده والله فتحت معايا ابدا. يا رب النهارده الطريقه تعجبكم ويكون فيديو خفيف عليكم. وما تنسوش تعملوا له لايك واشتراك في القناه باذن الله عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير، مع الف سلامه. كل سنه وانتم طيبين.